شاء الله يا جماعه هكلمكم عن حاجه مهمه قوي، حاجه كويسه قوي، اللي هي موضوع استحمام الحمام. يعني ايه استحمام الحمام؟ الحمام لازم يستحمى. يا ابني انا لسه ما حطيتش الحاجات، يا ابني يخرب بيت دماغك انت مستعجل كده. لازم تحط ميه للحمام في الاسبوع مرتين في الصيف بالذات، بحيث ان الحمام معاك يفضل نظيف ويفضل كويس. طب انا بحط ميه بس؟ لا، انت بتجيب الطشت بتاعك وتحط فيه ميه، وتحط فيه ده خل. الخل اهو، الخل العادي بتاع السوبر ماركت، بتحط فيه. استنوا بس يا شباب نعملوا البتاع وبعد كده انزلوا براحتكم. بنحط فيه اهو زي كوبايه خل كده بسيطه اهو، ماشي. ومعايا حاجه اسمها، اكيد عارفينه كلكم، الفلاجين اللي هو المطهر المعوي. طب انا بحط خل ليه؟ الخل بسم الله ما شاء الله قاتل للبكتيريا وقاتل لسوس الحمام وقاتل للايه، للادويه، وقاتل للحاجات الدبانه اللي بتبقى في ريش الحمام. الفلاجين ليه بقى؟ عشان هم لو شربوا من الميه دي ما تبقاش الميه دي بتبقى مكان رجليهم ومكان ما ايه، ما يعملهمش مرض. اهي بحط نقطه فلاجين كده، فلاجين مطهر معوي والخل. يبقى انا معايا الميه اهي، بعد كده بحط فيها كوبايه خل من الخل العادي ونقطتين 3 من الايه الفلاجين، عشان اضمن ان الحمام لما يستحمى ويشرب من الميه ديت ما يحصلهوش مشاكل. دي لازم تعملها في الصيف، بحيث ان انت الحمام معاك يبقى نظيف. طب نشوف الحمام هيرضى هيوافق يستحمى ولا لا. طيب نرجع لورا كده سنه اهو، بسم الله ما شاء الله. ايه الحمام هينزل اهو، هيبدا ينزل. ليه بقى؟ بص، دي هو ربنا خلق الحمام ده حاجه طبيعيه لازم يستحمى. ما تبقاش يعني انت ما بتستحماش والحمام بتاعك ما بيستحماش. يعني ارجو من الجماعه الجربانين ما يتفرجوش على الفيديو ده. لازم الحمام معاك. الحركه دي تعملها في الصيف. انا في الشتاء بعملها كل 15 يوم 20 يوم، وبعملها بحرص شويه عشان الحمام ما ياخدش معايا دور برد. اما في الصيف عادي، حاول ان انت تعملها في الفتره من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 4 العصر، عشان الحمام يلحق ينشف معاك ويلحق ايه يجف معاك. الموضوع ده بيتعمل عمليه تطهير لريش الحمام، وبيفوق الحمام، وبيخلي لك الحمام بتاعك بصراحه 100 100. لازم تحاول يكون عندك طشت اهو، طشت يعني اي طشت يكون بس ايه واسع شويه، وما يكونش يعني غويط جامد عشان الحمام ما يخافش ينزل فيه. لو الطشت غويط الحمام مش هيرضى ينزل فيه، لان الحمام ذكي عايز حاجه برضو اول ما ينزل منها يطلع. بيساعد الحمام زي ما قلنا الخل، بينظف ريش الحمام وبيقتل بيطفش البكتيريا والدبانه بتاعت الحمام والسوس اللي بيبقى في ريش الحمام. وقلنا نقطتين فلاجين عشان الحمام لو شرب من الميه ديت، وهو اكيد بيشرب يعني مكان غسيل خوات وكده بيشرب، فهتبص تلاقي ان الحمام بعديها ممكن يجيله اي مرض لا قدر الله، ولا يجيله ايه اي ميكروب، فانت بتحط الفلاجين ده. انا في ناس بتحط الاكتوميسرين او بتحط البوتكس في الميه. برضه هي يعني صح، بس انا بقى ايه ما بحبش اعملها، لان الحمام لو شرب منها هتبقى انت برضه خد نسبه سميه. انا الاكتوميسرين او البوتكس برش بيه الحمام، ما بخلوش يستحمى فيه يعني، برش بيه الحمام على طول. وفي فيديو حتى على القناه عن موضوع ايه رش الحمام. ليه؟ لان انا لما برش ببعد عن منطقه الراس والعين، والحمام كده كده ما بيرضى ايه ما بيشربش الميه دي. اما الميه اللي هو بيستحمى فيها بنسبه كبيره بيشرب منها، فبحاول ان انا ما احطش اي ماده سامه، هو الخل والفلاجين بس وبنسبه بسيطه. عشان برضو الحاجات دي لما بتزيد لها ايه اضرار جانبيه. يعني لو الفلاجين نسبته عالت شويه والحمام شرب ممكن يقعد يرجع، والخل لو نسبته عالت في الميه برضو ممكن يسقع الحمام معاك، لان الخل بيعمل على خفض درجه الحراره. بص حضراتكم معايا الحمام، الحمام كله يعتبر اهو راح على الميه وراح عشان يستحمى. الحكايه دي حاول تعملها في الصيف، يعني من مرتين لثلاثه في الاسبوع، هتلاقي ريش الحمام معاك نظيف والحمام معاك رايق والحمام معاك يعني انت كده ظابط الاداء معاه. ده فيديو كان بسيط عن الناس اللي كانت عايزه تعرف الحمام بيستحمى ازاي. ايه الحمام ده؟ الحمام او الدش اللي بياخده الحمام. بص الحمام كله اهو، واللي بيستحمى بيطلع بياخد دش. طيب في سؤال بيقول لك طب الحمام اللي راقد على البيض او راقد على زغيله واستحمى،
بصوا يا جماعه، بنسبه كبيره الحمام اللي بيبقى راقد على بيض ما بيرضاش يستحمى. يعني ممكن تلاقي الحمام اللي ورا ده اهو، ده راقد على بيض. الحمام اللي بيبقى راقد على بيض ما بيرضاش يستحمى. وحتى لو استحمى وراح رقد على البيض، البيض ما بيحصلوش حاجه، لان سبحان الله هي ما بتبلش نفسها بنسبه كبيره، يا دوب بس بتحاول ايه حاجه بسيطه تخلي الميه تلمسها بحاجه بسيطه. يعني ما تخافش، حط ميه للحمام ويسيبه عادي لو تحتيه بيض او تحتيه زغاليل. هو الحمام حريص على البيض والزغاليل اكتر منه، فهو بنسبه كبيره مش هيرضى ياخد حمام لو هو تحتيه بيض او تحتيه زغاليل. ولو حمامه خدت حمام بتاخده بنسبه بسيطه، ما بيأثرش على البيض والزغاليل. ده فيديو كان بسيط، لو عجبكم حاول تشترك في القناه وحاول تحط لنا لايك. اخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم.